هاد الشخص اللي كتشوف قدامك اسمه هاش بابي، وكيقيل يفوح على اكثر من 2.5 مليون شخص متبعينه على الانستغرام بالطوموبيلات والقصور والمطاعم واغلى الماركات. ولكن ستوري واحد غينشرو في الانستغرام غيخرج عليه وغيكون هو السبب باش غيتفرش ليه كل شيء وغيعيقوا بيه بلي هو نصاب كبير بزاف. Nigerian Instagram influencer who posted pictures of his lavish lifestyle could spend the next 20 years in a prison. اليوم غنعرفوا شكون هو هاش بابي اللي القصه ديالو دارت بوم في العالم كامل شيامات، وغنعرفوا كيفاش كان كينصب على الشركات في ملايين الدولارات، وشنو هو الستوري اللي نشر وكان سبابه باش تشد. قصه اليوم قصه ناضيه ما خصكمش تفلتوها. رامون عباس والمشهور بسميه هاش بابي، وهذه هي السميه اللي غنعيطوا ليه طوال القصه. تزاد في لوغوس نيجيريا عام 1983، وملي تنقول نيجيريا الخوت كنعني الفقر المدقع لاغلبيه السكان، واللي كان بينهم هاش بابي ولاد حومته كاملين. داكشي علاش ملي ولا هاش بابي شاب ولاد حومته كانوا باغيين يخدموا، ولكن والو البلاد ما فيها حتى شي خدمه وما فيها حتى شي فرص الشغل. وهنا غتوقع واحد الحاجه اللي غتغير حياه اغلبيه الشباب اللي بحال هاش بابي، وهي انه في هاد الوقيته 2003 بدا الانترنت كيوصل لجميع دول العالم، واللي من بينهم نيجيريا بطبيعه الحال. وهنا ولاو الشباب اللي بحال هاش بابي كيشدوا بيسيات وكيبقاو يخنشوا نهار وليل وكيحاولوا يتعلموا كيفاش يدبروا فلوس من الانترنت. وهنا غيتجمعوا واحد المجموعه من الشباب وغيأسسوا مجموعه بيناتهم وغيطلقوا عليها سميه ياهو بويز، وسماو راسهم بياهو بويز نسبة لياهو اللي كانوا عن طريقه كيكرييو عدد لا محدود من الايميلات وكيبقاو يصيفطوا للناس الالاف ديال الايميلات فيها سوا عروض سوا هنيئا لك ربحتي معنا ملايين الدولارات. وكان اللي كيرد على هاد الايميلات كيبقاو تابعينه وكيستدرجوا فيه حتى كينصبوا عليه في التالي. ومن طرق النصب اللي كانوا كيستخدموها ياهو بويز هو لا كانت الضحيه راجل كيصيفطوا ليه بصيفط بنت وكيحاولوا يكسبوا الثقه ديالو، ومن بعد كتطلب ديك البنت الوهميه انه يصيفط ليها الفلوس لحقاش حاصله في شي بلاصه وما عندهاش فلوس باش ترجع للدار. وطريقه اخرى هي انهم كانوا كيصيفطوا للضحايا ايميلات مكتوب فيها انهم محتاجين لشي واحد يعاونهم ويحولوا ليه مبلغ مالي كبير، فتيقولوا للضحيه ان الشخص اللي كيهضر معاه هو ابن رئيس او وزير، وانه محتاج لشي شخص خارج البلاد باش يحول ليه ويهرب مبالغ كبيره برا البلاد لحقاش بلاده وقع فيها انقلاب مثلا. فتيقولوا للضحيه غنحولوا لك فلوس كتيره ولكن بشرط انك تصيفط لنا مبلغ ما بين 100 حتى 1000 دولار باش نتاكدوا بان الحساب البنكي ديالك خدام مزيان وما فيه حتى شي مشكل. بطبيعه الحال بزاف الناس ما كيتيقوش هذا الشيء، ولكن للاسف كاينين بعض الناس اللي كيغلبهم الطمع وكيكونوا باغين ديك القضيه ديال الثراء السريع وكيتصيدوا. المهم هكا كانوا ياهو بويز كيدبروا على راسهم في نيجيريا، واللي كان بينهم هاش بابي. المهم بقى هاش بابي خدام هكاك، ولكن هو كان في شكل وكانوا عنده احلام كبيره وكان باغي تولي عنده فلوس كتيره. وباش تولي عنده فلوس كتيره كان خصو يلقى شي طريقه د النصب اخرى احسن من انه يبقى يصيفط الاف الايميلات ويبقى يتسنى شكون اللي غيتصيد. فبقى كيفكر مزيان وهو يلقى واحد الفكره، وهي علاش ما يلقاش شي طريقه باش يهاكي لي زيميل. فإلا قدر يهاكي لي زيميل فغيولي قادر ينصب على شركات ومنظمات ماشي غير اشخاص عاديين. ولا حقاش هاش بابي كان مهووس بشي حاجه سميتها الهاكين، فغيقرر يسد على راسو مده حتى يتعلم كيفاش يهاكي لي زيميل. وبالفعل دوز مده في التعلم حتى ولا محترف الهاكين لي زيميل. ومن الذكاء د هاش بابي هو انه ما كانش كيخدم بوحدو، فديما كنتي كتلقاه جامع عليه 3 ولا 4 الناس من المقربين ليه واللي حتى هما عندهم نفس الشغف د الهاكين. فداكشي علاش اسس هاش بابي جروب صغير وبداو الهاكين، ولكن هاد المره الهدف كان مختلف. فبدل ما غينصبوا على اشخاص هاد المره غينصبوا على شركات. فاذا كيفاش غيديروا ليها؟ في البدايه اللي خصك تعرف هو ان كل شركه كيكون عندها واحد الايميل، وهذا الايميل كيكون خاص بالتواصل مع العملاء واي تحويل مالي كيتم عن طريقه. داكشي علاش الخدمه د هاش بابي وعشرانو كانت هي اختراق هذا الايميل بالتحديد، وموراها يدوزوا الفلوس ليهم. كيفاش البلان؟ تبع معايا وغتفهم. في الاول كانوا كيخترقوا حواسيب الشركه عن طريق ارسال روابط مفخخه، روابط اللي برك عليها من الخدامه ولو بالغلط. بوم تهاكا البيسي كامل، ومورا ما كانوا كيهاكيو البيسي بطبيعه الحال كان كيتهاكا معاه حتى الايميل. وملي كانوا كينجحوا في الهاكين ديال الايميل ما كانوا كيديروا والو، فقط كيبقاو حاضر الرسائل اللي كيجيو من الشركه للعملاء ومن العملاء للشركه. وكانوا فاش كيشوفوا شي ايميل فيه شي تحويل مالي هنا كيتحركوا وكيبدلوا معلومات الدفع الاصليه بديالهم
وهنا الفلوس بنسبة كبيرة كتوصلهم بسلاسة. هنا انا عارف بلي ما فهمتي والو، انا نعطيكم مثال وغتفهمني مزيان. لنفترض مثلا عندنا شركه كبيره في المغرب كتصاوب الكابليات الطوموبيلات، فاحنا ملي غنصاوبوا دوك الكابليات غير خصنا نبيعوهم لشي شركه كتجمع الطوموبيلات. فهنا ملي غنصيفطوا السلعه لديك الشركه ضروري ما غنصيفطوا ايميل من قسم الماليه فيه المبلغ ومعلومات الدفع ديالنا، وإلا كان هاش بابي مهاكينا الايميل فغيتسنى حتى نصيفطوا معلومات الدفع وغيبدل ديالنا بديالو، اولا مباشره ملي غنصيفطوا حنا داك الايميل للشركه غيصيفط لهم هو مباشره ايميل اخر بنفس السميه وغيقول لهم سمحوا لينا معلومات الدفع اللي صيفطنا لكم في الايميل الاول غالطين وهادو هما اللي صحاحين. وهنا بنسبه كبيره الفلوس غدوز له للحساب ديالو بكل سلاسه. وبهذه الطريقه المعقده اللي شرحت لكم بدا هاش بابي كيضرب فلوس صحيحه، وملي غيجمع شويه الفلوس غيقرر هاش بابي باش يخوي نيجيريا، لحقاش الا بقى تماك غتبان الفلوس وغتبدا تدور الهضره وبنسبه كبيره غيتشد. داكشي علاش غيشد طياره وغيجيبها مع الجروب ديالو في ماليزيا. وفي ماليزيا هاش بابي زاد كبر الجروب ديالو وبدا ما كاين غير طحن في الدولار، كاين صفقات اللي ضربوا فيهم 30 40 حتى ل 50 مليون دولار، وكانوا كيستهدفوا بالاساس الشركات الامريكيه. وهنا هاش بابي مورا ما دخلوه ملايين الدولارات بدا في تبييض الفلوس عن طريق الشريان ديال الطوموبيلات والديور والطائرات الخاصه والحوايج واي حاجه اخرى جات على بالك. ولكن الغريب او المحير في هاش بابي هو انه ما كان كيشبه لحتى شي هاكر في العالم. راكم عارفين الخوت الهاكر ديما الصوره ديالو مربوطه مع داك الشخص اللي ما كيبينش وجهه واللي ديما مخبي وكيضرب غير من التحت لتحت. لا هاش بابي ما كانش من هذا النوع، فهو كان عزيز عليه يوري للناس حياته كي دايره، فكان كيبوستي في انستغرام وكيتفاخر بالطوموبيلات والطيارات وافخم الماركات الحوايج اللي كان كيلبس، وكان مشهور عليه انه كان كيخرج بالطوموبيل اللي تيكون لونها نفس اللون د اللباس اللي لابس. وهنا ولا هاش بابي فاشينيستا مشهور في الانستغرام وكيتبعوه كتر من 2.5 مليون شخص، وديما كانوا كيسولوه الفولورز ديالو على شنو هي خدمتك ومنين كتجيب هاد الفلوس كامله. المهم جات 2018 وهنا غيقرر هاش بابي باش ينتقل من ماليزيا لدبي. دبي اللي كتعتبر احسن بلاصه للاثرياء لحقاش ما فيهاش الضرائب والابناك ديالها شديده السريه. وكيوصل لدبي هاش بابي كرا قصر ليه بوحدو سميتو فيرزاتشي، والليله فيه كتقام ب20 مليون مغربيه، وشرا اكثر من 14 طوموبيل اقل وحده فيهم الثمن ديالها اكثر من 300 مليون مغربيه. وهنا ولا هاش بابي كيسير امبراطوريه النصب والاحتيال، وخدامين معاه ناس من نيجيريا وماليزيا وحتى امريكان، وكانوا كما قلنا ديما كيسولوا الفولورز ديالو على منين كتجيب هاد الفلوس وفاش خدام، فكان كيرد عليهم وكيقول لهم انا بيزنس مان في العقار. المهم الخوت هاد الشهرة الكبيرة اللي ولات عند هاش بابي جذبات ليه انظار كتيرة، واللي من بينها انظار الاف بي اي اللي ولاو متبعينه وحاضينه مزيان. شوف معايا هاد التصويرة مثلا، هاد التصويرة د هاش بابي مورا ما تقدع الرمد الحوايج من عند واحد البراند سميتها فاندي، وهاد التصويرة بالنسبة لفاندي كتعتبر اشهار مجاني من عند هاش بابي. داكشي علاش ملي وصل عيد الميلاد د هاش بابي صيفطت له فاندي هاد الحلوة وتمنات له عيد ميلاد سعيد. وكعادة كاع المؤثرين هاش بابي شد هاد التصويرة وبوستها في ستوري، وهنا ولاو الاف بي اي عارفينه فوقاش تزاد، فبداو كيدقوا في جميع تقطيعات الطياره اللي دار في السنوات الاخيره وكيجمعوا عليه اكبر قدر ممكن من المعلومات. المهم بقات القضيه هكاك حتى لواحد النهار فين غيدير هاش بابي خطا فادح، وهو انه حط في واحد ستوري سكرين شوت د واحد المبلغ يلاه وصلوا في الكونت. والمشكله هي انه كان في التحت ديال ديك السكرين شوت واحد الايميل كان كيخدمو هاش بابي في النصيب. المهم هاش بابي دغيا عاق ومباشره ولا مسح ستوري، ولكن كان فات الفوت واحد المحقق من الاف بي اي كان تيليشارجا التصويره. فهنا من بعد بحث قصير من الاف بي اي اكتشفوا بان نفس الايميل تستخدم في عمليات نصب كثيره في الولايات المتحده الامريكيه. فهنا اخيرا اكتشفوا شكون هو الهاكر اللي كان محمقهم سنين هادي. ولكن واخا هكاك ما مشاوش نيشان شدو هاش بابي، فبقاو مراقبينه وكيجمعوا ليه ادله اخرى باش ملي يشدوه تكون الخدمه مغيزه. ولكن هاش بابي سهل على الاف بي اي الخدمه وارتكب جوج ديال الاغلاط. الاولى هي انه كان قريب ينصب على تشيلسي في 300 مليون يورو، ولكن لحسن حظهم عاقوا بالقضيه في اخر لحظه. والغلط الثاني هو ان هاش بابي تاق في راسو بزاف ورفع لبرا بزاف وقرر ينصب على بنكه على قدها، فقدر يضرب بنكه كاينه في مالطا، ولكن خلى موراه ادله كثيره. المهم مورا ما ولات الادله كافيه جمعت الاف بي اي
والانتربول والسوات الاماراتي، وداروا عمليه اقتحام القصر فيرزاتشي وشدوا هاش بابي. وعمليه القبض على هاش بابي تصورات كامله من الاول حتى الاخر. وفاش قلبوا البيت فين كان ساكن لقاو 40 مليون دولار كاش و12 طوموبيل في الكراج. ومن بعدها الامارات سلمات هاش بابي الميريكان، وفي نوفمبر من العام اللي فات تمت المحاكمه ديالو في ميريكان وتحكم عليه بالسجن لمده 11 عام مع دفع غرامه يقال انها بملايين الدولارات. المهم الخوت، كانت هذه القصه اليوم. الى عجبك الفيديو تابونا في لاشين ونتشوفوا في القصه الجايه. تهلاو.